يا جماعة بالنسبة للإنسان إذا كان تذكر الفاتحة وهو في الركوع، تذكر الفاتحة وهو في الركوع، إذا كان مثلا في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة، قرأ الصورة، كبر وقرأ الصورة، ولما ركع تذكر شنو؟ الفاتحة. ما دام تذكر الفاتحة وهو في الركوع يرجع ويعيد القراءة ثم يركع ويواصل هذه الصلاة، ويلزمه سجود بعدي للزيادة التي حصلت، وهي الركوع الذي كان في غير مكانه، الركوع الذي حصل في غير مكانه أصبح زيادة، يسجد لهذه الزيادة بعد السلام. إذا كان تذكر الفاتحة وهو ساجد أيضا يرجع ويأتي بقراءة الفاتحة، يأتي بالركوع ويواصل في صلاته ويسجد بعد السلام. تدارك الفاتحة لا يفوت إلا بانعقاد الركعة التي تلي ركعة النقص. يعني مثلا إذا كان الإنسان في الركعة الأولى نسى الفاتحة، قراءة شنو؟ الفاتحة، وما تذكرها إلا بعد أن عقد الركعة الثانية التي تلي ركعة النقص، الركعة الثانية جابها ورفع من الركوع، بعد ذاك تذكر إنه الركعة الأولى ما قرأ فيها الفاتحة، إذا بنقول له شنو التدارك فات، يعتد بهذه الركعة ويلغي الركعة التي قبلها ويسجد بعد السلام سجدتين للزيادة التي حصلت، والزيادة هنا الركعة التي قام بإلغائها، والله ورسوله أعلم.